الفلسفة والدين الحق لا يضاد الحق. اسمع كده تاني، الفلسفة والدين الحق لا يضاد الحق. يعني ايه لا يضاد؟ ما بيختلفش معاه، ما بيتخانقش معاه، ما فيش اي معاكسات ما بينهم وبين بعض. طيب يعني يا دكتور الفلسفة والدين زي بعض؟ لا، ما ينفعش نقول زي بعض. طب ليه؟ عشان الفلسفة ده فيلسوف بيقول كلام زيه زينا، معلش يعني ساعات بيقول كلام صح، ساعات بيهجتل، وساعات يعني بتضيع منه كده وبتغيب منه. لكن الدين ده كلام منزل من عند الله. الفيلسوف اخد ودي معاه، الفيلسوف اختلف معاه، الفيلسوف ممكن نقوم نضرب بعض، لكن الدين ما ينفعش الكلام ده. ربنا يقول لنا صلوا 5 صلوات نصلي، صوموا نصوم، زكوا نزكي، ما نتكلمش زي الجزم حاطين الجزمه ببقنا، ما ينفعش ان احنا نتكلم. طب ما تيجي نشوف الكلام ده. قال لك اول حاجه يا معلم المقارنه ما بين الفلسفه والدين. اصحى بقى يا حبظلم. قال لك الفلسفه يا حبظلم ما بين الفلسفه والدين 3 حاجات. اول حاجه الموضوع، بصي كده يا قطتي. تاني حاجه المنهج. تالت حاجه الغايه او الهدف. يبقى احنا هنراجع او هنقارن ما بين